الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حفتي بينزم بإذن خواهي قردسين وخزمت كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. لا الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته جيشتوين وحديثي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله من كتاب الله فله به حسنة. الكسيك بيتيق لكتاب رب العالمين بخويني توا فله به حسنة بخوين نوي أو بيتا حسنيش لدى نسره، والحسنة بعشر أمثالها. حسنش تاكش كم تريني لله رب العالمين يقبده. إن ذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفصيل بيدا فرمي: لا أقول ألف لام ميم حرف كواتنعلم ألف لام ميم حرفة، ولكن ألف حرف ولا والألف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي: ألف لام ميم، ألف كحرفة، لام كش حرفة، ميم كش حرفة. وتهريق لوانا بحسنيك حسنيشيش بعشر أمثالها. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. إن هلا بشكي أخيري بابلين لا وكو معزم أو كلمات غريبة يأخذ ترجمة لو أن باس إمام الترمذي كذ يكم زار حديثك لو كتاب دين توا باس ذاك ودلي منسوب إلى ترمذ. قال أبو سعد السمعاني: هي بلدة قديمة، وتا ترمذ بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون. كواتا أو ترمذ بابلين شاري قديمة تكوتلاتي ربار بلخ كبيوتر جيحون، ويقال في النسبة إليها الترمذي. كاتش كباسي كش ذكرك خلشي وندري بيوتر الترمذي. أو زد عليه بس لغة دخندرية توا يأخذ بس أو جوف دخندرية توا ترمذي ترمذي هرسي شيء دلائل سمعاني دلائل بوسي وزهيد خندرية توا حديث كش. وقال: حديث حسن صحيح. كواتوش طبعا أو سربابته لجنة ونشانسية فضيلة تلاوة القرآن. يعني فعلا هيت كتابك نية هاوشوي قرآن بيروز خوين نوي هندا ببيتو بركت بي. كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي: هر بيتيشي حسنيك، هر حسنيكيش بعشر أمثالها. دليل دا أو حرفه كذا فرمي: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دليل لفظ حرف لا بابلين وكو مصطلحك يطلق على 4 أشياء. بس هالشدة قلت له أو كما بس معنا يقلوا نسيا اسم حروف الهجاء ناوي حرف كان هجاء. ما قال وحروف الهجاء، قال اسم حروف الهجاء. تمشاك كواتا حروف الهجاء اسم حروف الهجاء. اسم حروف الهجاء ننطق بها بالأسماء فنقول زاي أو بيتي زاي 3 أحرف. نقول باء 3 أحرف، صاد 3 أحرف، يعني من حروف المباني. لأنه بزيادة الروم بيتوا دلكاتك خليل برسياري اللي ذكره فراهيدي لما سأل برسيار ذكا خليل بابلين أصحابي خوي عن المنطق بالزاي من زيد. برسيار أو زمعي ذكا اللي قال لي دانشتينا درباري بيتي زاي لكلمي زيد فقالوا زاي، فقال: نطقتم بالاسم أو نابي حرفك، وإنما الحرف زه ناوكيتيا زاي. إتر هذا
هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء ألف، فهو مكونة من 3 أحرف من حروف التهجي. ما بس تكلمت يا بريان يعني استا ألف لام ميم، في صلى الله عليه وسلم فرمي ألف حرف ولام حرف، نفرمي لا ها ألف يعني اسمي بابلين أو كي هنا اسمي حرف كي هنا. سألويا وكو الشيخ عبد الكريم الخضير دلي الخلاف موجود بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل المراد بحرف المبنى أو حرف المعنى؟ لكن من نظر إلى فضل الله جل وعلا وكرمه يترجح عنده أن المراد بالحرف حرف المبنى، حرف المبنى. كواتا يعني زيادة الإنسان فكري لو بسي ألف سيبيتا، ألف لام سيبيتا، ميم سيبيتا. يعني تصورون ذكر الله رحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى نقل ألف لام ميمي سي حسنة لو بنسري نو حسنة أو زر بيدي بكذا كانوا هد، والله أعلم. وكو عبد الكريم خضير دليها الأولى كرمي خواهي قول وشيته. لحديث دواتر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل أين إمام النووي كالكوتايا كيدا لترجمي أو بياودا دلي ناوي أبي سعيد الخدري تيا سعد بن مالك منسوب إلى بني خدرة، ناوي سعد كري مالكة نسبة كده قرأت وسال بني خدرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هركسك بقرآن مشغول بي، بذكر مشغول بي، لبر مشغوليتي بقرآن وبذكر، لبر مشغوليتي بقرآن وبذكر آقايلة سؤال كردن ودعاء كردن منه لدعوة كردن منه أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أوي ديدما أو زياتر لوي كوا ديدما أو كساني كوا دعاء دكن ودعوة دكن. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى عن سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. فضل كلام رب العالمين لسر سائر كلام ديك أو زهرت كلامش كبي وكو فضل رب العالمين لسر خلقك سبحانه وتعالى، خالق لقل مخلوق سن فرقه. أو حديثش رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وقال حديث حسن غريب. كاتك ودلي الحديث كحسنة ما بستي إمام الترمذي الحديث حسن لذاته لعدم وجود طعن شديد في رواته، كما بستي ويك حسنة لذات خوي حديثك حسنة لبروي هيس يقل راوية كان طعنيتي بهذه لسرنية. وفي نفس الوقت كدشلي غريبة لأن إسناده روي من طريق واحد فقط، ما دام دلي غريبة ليقرأ هاتيا أو طبعا حكمي إمام الترمذي الأسري. بلام حديثك بخوي كبابنين باقي محقق أئمة حديث سلسلة دلين ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد شين وادلين ابن حبان دارقطني الباني وادعي، وأنا هم يدلين إجماع يعني لسر على ضعف أسانيد هذا الحديث بجميع طرقه وطريقة كشهد غير أو كوا إمام النووي هنا هم الطريقة كان ضعيفة نظرا لوجود رواة ضعفاء ومتروكين في أسانيده وكو عطيي عوفي محمد كري حسني همداني يتحسك ضعيفة. بلام وكو زانان دنا رغم ضعف السند أجرت السند كشي براسي يعني ضعف تدا، إلا أن أهل العلم بيّنوا أن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح في باب فضل الذكر، ويشير إلى الآتي كواتات سنشتش لي ورد جيرة معناه حديثة معناه حديثك الصحيحة أو كلي ورد جيرة تقديم الثناء على الطلب، تقديم الثناء على الطلب. الإنسان كبير دعاء بكاء أصل لسرت هذا ثناء بكاء اختدابه كخوي يورفيري كذي ما كل سورة الفاتحة جورترين داواكاري بنديت ذاك
اهدنا الصراط المستقيم ران فيري كدينا لسرتادا بحمد ثنا دس بكين يتر اوش لو بابتي يعني ذكر قرآن خيندن بتايبتي لبيشي هالدعاء بي زور مهم ترى العبد الذي يستغرق وقته في تلاوة القرآن وتدبره والثناء على الله بذكر أسماء وصفاته يكافئه الله بأن يعطيه أفضل وأجزل مما يعطي من تفرغ لسؤال حوائجه الشخصية فقط. أو بابنا وكو يكيك لو استفاداني لو فوائداني كوالو حديثي ودجيله كسي كوازياتر وقت خوي بتلاقي القرآن وتدبر لخدمة القرآن بيروز وهو ذكر وثناء بوي كوا أسماء وصفات خوي جورا ذكري بيبكا أو خوي جورا باشتر ديداتي لو كسي كوا تنها ديتن حوائز الشخصي خوي باز دكا وخالش كفاية الله لعبده كفاية الله لعبده لا يعني الحديث ترك الدعاء مطلقا لا يعني الحديث ترك الدعاء مطلقا معناه وانا اخوته بيجزاري وازل دعاء بيني فالمرء مأمور بالدعاء والذكر معا هودوك ليه معنى دعوة براسي هم ذكر هم دعاء ولكن المعنى أن من استغرق وقته في العبادة العليا كقرآن خندون ذكره دون أن يتسع وقته للدعاء لن تفوته عطايا الله أو يكسيكوا وقت خوي زيات القرآن ولا ذكر صرف بكاء بإذن خوي عطايا وبخشكاني خوي قولي لدس ناتي أبروي زياتر وباش أما دعاء ودعوة كريمان هي لخوي قول سبحانه وتعالى لقدر بنداتي خومان وكسكي خومان والله كخوي قول بيد ببخشي لقدر عظمتي خوي بيد ببخشي سبحانه وتعالى. بابنا الشاهد تشيش لسنة يؤيد معناه ما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن ربه أنا مع عبدي إذا ذكرني. طبعا حديث قدسية كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي رب العالمين دفرمي أنا مع عبدي إذا ذكرني أو معية زور مهمة ها أمن لقلبا دكما كاتيك ذكري من دكا أو هر ذكريك بي وبتابت بالقرآن بيروس والآيات التي تحث على عظم ثواب الذاكرين سندين آيات مان هي لسلوكوا فضلي أو كسانكوا ذكر ذكن سنقوريه جاء في مجموع أو بابة براستي ديني يعني تفاصيل سلوات كان له تفاصيل بابلين هنا لولا لا مجموع فتاوى شيخ الإسلام هاتي دبار أبابتي دلي إن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار لنا ذكر كان بعام باشترين ذكر قرآن بيروزة كما أن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء لهم ذكر كان قرآن بيروز لها ما قلت لها مقارنة بين جنس بابلين ذكر ودعاء ذكر قولت لها باشترا لو مصدرش وفي مطالب أو ناي مصدرش مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى أو كواداينا زاناش حنبلية ضله ويتجه أو حديث كود توجيه ذكره كود جمع يمكن لبين مسألة ذكر ومسألة دعاء أن صرف الزمان فيما ورد أن يتلى فيه من الأوقات ذكر خاص كواتا براسي أو تفصيل زور مهمة يعني واجب الوقت ما هي مشتكي بيقول واجب الوقت يعني أوكاتاني كذكر تايبت لبو أوكاتها هي خريقبون بو ذكر تايبتا زور مهمة لبون منا كاتك وابانك ددري واجبي وقت سيا ولا مدانوي بانككيه براستي يعني القرآن دخيني بانك ددا أصل واز القرآن كتبيني قدامي جوابي أذانك بديوه وما يقال أدبار الصلوات تنويجت كردين نويج فرزت كردين اقتداء في غمبر صلى الله عليه وسلم ذكر كام كذكري ولا من ذكر كان ناكم بس قرآن دخينم وفي الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء من هي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة معلومة يعني روج الجمعة تايبة بصلوات براستي ذلك واجب الوقت هر كاتك كواجب وقت خوي هي بالتأكيد أفضل من صرفه في قراءة القرآن لو حالتي في يستبراسي أو توازن نهبي همش تقل زي جاي خوي
لە کاتی بانگ وەڵامی بدەوە، لە کاتی ئەذکاری پاش نوێژەکان ئەذکارەکان بکە، لە پاشی با بڵێن یاخود لە ئەذکاری سەباحی و مەسایی بیکە. یعنی هەموو شتێک زیاتر جمعانت با تایبەت بە سەڵاوات لێدان لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، لەوەی باشتر نییە، لەوەی باشتر نییە. بەڵام ئەتو ئەگەر بێت و ئانەش لێ دەبینی باقی وەختی دیکەت هەمووی لە قورئان سەرفکەی زۆر نییە، گەلێک زۆرە بەڕاستی لۆت دەمینێتەوە. یعنی دائما مشکلەی مە چییە؟ تەنظیمی وەختمان ناکەینەوە، تەنظیمی وەختمان نییە. ئەگەر نا بە مطلقی وەکو شەیخ الئیسلام باس کرد ئەویت کە ئەقوالی دیکە، بەڵێ یعنی ذکر لە دوعا باشترە، لە ناو ذکرەکانیش باشترین قورئانی پیرۆزە. بەڵام ئەگەر تەنظیمی وەختمان بکەین، پێش هەموو شتێک ئیقتدا بە پێغەمبەر بکە صلی الله علیه وسلم، لە فلانە وەخت ئەو ذکرەی کردێ، لە فلانە وەخت ئەو ذکرەی کردێ، ئەوان کەش باقی وەختەکانی دیکات هەمووی بە قورئان سەرف بکە. بەخوای زۆرە، گەلێک زۆرە. یعنی مشکلەوە نامێنێ بڵێ وەڵام من محەیر من لە بینی قورئان یا لە بینی ذکرەکان. أو جاء كذا طبعا أفضل من صرفه في قراءة القرآن، هل لو مصدري دلي تأدبا بأن يفضل شيء عليه، بس أجا داربا تأدبا بأن يفضل شيء عليه، أجا داربا كذا لي باشتري واجبي وقت زي كي برام أدبا لقى قرآني في روز نلي بلي والله أو لقرآني باشتري والعياذ بالله. لا، أفضل ذكر قرآني في روز. يعني تمشاك علماء سن دقيقا براستي يتر أو براست توجيه هيك زور ساكا لبو أوي كوا إنسان بزاين كل توازن لبين ذكر لبيني الدعاء والقرآن بك. بابنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يشكاتي كوا برسال لذكره درباري أو حديث من شغل القرآن عن مسألة لا أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين، فأجاب الشيخ هذا ضعيف حسك، لأن مسألة الله تعالى من عبادته أصلا خو برسال كردنيش دعاء كردن أشهر لضمن عبادته، وكو رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أشهر عبادته براستي ونيا ليلة باشا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دعاءك بعبادتنا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليلة فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر، أو توازن زور من براستي هردوك لمن مطلوبة. هي سيشلوانة تفضيل بابلين أجر تفضيل بكرة قرآنك تفضيل لكرة، بلام أيد كش واجب الوقت لزجاي خوي زور زور مهمة. لا حديث يشدك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كسيكوا هيج شتيك لنا ناوروكي كوا دلكيتي هيج شتيك لنا دلكيدا نبي لقرآن بيروس وكو ماليشي كاولة، وكو ماليشي كاولة. حتى كش طبعا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا الباني وهروها باقي محققين ديكا ضلين حتى كضعيفة لبرويتشي لإسنادها قابوس بن أبي ظبيان حسك ضعيفة. بلام خو أوش يعني خو زور زارع مراس حديث الضعيف كهذا جريرته كإشكال لسندكي هي بلام كو علماء ظن كمان كي براس استشهاد بيذكره أقرب كوليو زياتر ديتن يعني يان قولي صحابية يان قولي تابعية كيا يعني معناه كش صحيحة براسي بلام وكو حديث فيستبق قترك و لإسنادك ضعف يو لو نادر التفال بيغمبري صلى الله عليه وسلم كذا فرمي أو ضلي ما معناك أو ضلي كقرآن تيداني وكو ما ليش كاولة فعلا ما ليش كاولة ما ليش كاولة لبروي أو ضلي كقرآن تيداني بتسي تيدا دي تسي تيدا أكيد تسكنه الشياطين أكيد تسكنه الشياطين. ليه براسي زور زور مهمة أو ضلت ودام كيوا بقرآن بيروز. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن بصاحب قرآن دا قتريه صاحب قرآن شيء وهو قارئ القرآن العامل بما فيه الملازم له تلاوة وحفظا باشا أو صاحب قرآنه ويهاو دمي قرآنه كان جين بيدا قتري أوي كوابيان صوت مدفرمي إذا دخل الجنة
کاتێکەوە دەستە بە هەشتێ خی گەلوان نامژمێری یا ڕەب پێی دەگوترێ ئقڕە وەسعەد ئقڕە وەسعەد بخوێنەوە بەرز بۆ لە دەرەجاتەکانی بەهەشت یان لە مەراتبی قورب لە ڕەب العالەمین ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ئیتر بخوێنەوە بە تەرتیل هەروەکو لە دنیا دەتخوێندەوە بە تەرتیل تەرتیل چییە؟ يعني بقراءتي بتأن وطمأنينة مجودا تا بقراءتي لسرخو بمجود هم حرف كان حق مستحق خوي بديه إن زاد فرمي أو زانان هلا شرحي أو باب أو بشيء كما كنت تردد في الدنيا ضل بقراءتي بتأني وطمأنينة مجودا فالجنة دار جزاء لا تكليف فالجنة دار جزاء لا تكليف فهي قراءة متعة لو بتكليف نيها وكل دنيا يستتكليف ما لك أنا لين دري وكو تمتعك بقرآن خينك تمتع خو استا شجر إنسان لدنياش كاتك وخوي يقول أو هدايتي دا قرآني وهلا خوش ويسكر والله التمتع بيدك لدنياش نقبة تكليفي بزاني والله لين دري بالتأكيد يعني تكليفها نامنة وكل سورة يونس دفرمي أهل بهاش لين دري وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لبيش ويجباز ذكا كواباز لتسبيح وتحميد رب العالمين دكان بس أو تسبيح وتحميدات تكليف نية بلكو وكو تمتعك وكو خوشيك يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس لحديث كده في صوم دفرمي إلهام ذكري لبو أهل بهاشت كو استعمهيز بعضين كسك ونفسي طبيعي بي تنجى نفس نبي هيز مشقتك لا تنفس من هي نية لو ليش تسبيحات أو هاية ببيت تكليفة بلكو إلهامك وكو سيماتش أهل بهاشت وكو متعيق لبو أهل بهاشت قرآن خيرنا كجو هاية بل بيدا دفنمون ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها منزلة اللي تشندريا لكوتا آيات كده يخينيو حظك يتسند برزبيو فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه يتر دخوانيتوا أو انديك بيبي حتى دقات آخر آية أو درجات سبحان الله رواه أبو داود إيش كم زار الله كتابه كي باس لك عيني لترجمة كي باس لك أبو داود السجستاني ناوكيس سليمان بن الأشعث بله أبو داود رواية كريه الترمذي وهروى نسائي لترجمة نسائي دله هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب وقال الترمذي حديث حسن صحيح درباره حديثي في الحديث أن درجات الجنة تضاهي عدد الآيات سن آيات القرآن بيروس 6236 كواتا أون درجة لبهشته وفيه فضيلة حافظ القرآن العامل به فضل حافظ القرآن أو حافظ قرآنك وكاري فكره وفيه فضيلة ترتيل القراءة وتجويدها على الإسراع فيها أيني فضل خوين نوي قرآن بيروز بالترتيل وبالتزويد نوك بخيراي إنزا ليردا آية تنها حافظ قرآن فلو كان بهج بدز ديني الحديث في فضل صاحب القرآن حديثك طبعا بازلا حافظ قرآن دكا لا يعني أن من لم يحفظ القرآن سيكون في أقل درجات الجنة منزلة إخو معنا إيوانية أو إكوا قرآن لبرنا بتنا سورة الفاتحة لي داوك لا لبر بلبو إكوا نويش بيبكا يعني أو إكوا قرآن لبرنا بتن لا أقل درجات بهشتها بل الحديث يدل على فضل خاص لعمل خاص من الأعمال طبعا فضل إخوة زور واسع عشان لا حديثي ترهي باس لمجاهدين دكات بس لبو مجاهدين صد درجة هي طبعا شاكلوا حافظ القرآن 6236 درجة كواتل يردا معنى ونية وحفظ القرآن نبيتا لبهشت أدنى درجة هنا
ولا يدل على أن درجات لا ينالها إلا من حفظ القرآن أو قرأه. معناه ونية يعني درجات برزكان باشته إلا حافظ القرآن بدزدين. نا أو درباري حفظ القرآن هاتيه درباري جهاز شديد كهاتيه. ساوكد الله فأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا حفاظا لكتاب الله. زور بي بعملنا أصحاب طبعا حافظين تدابا بلام خوها مش حافظ القرآن نبوينا، وإن كانوا حفاظا للعمل به بلام همو أصحاب كاريا بالقرآن كرديه، همو أصحاب كاريا بالقرآن كرديه. فمن فاته هذا الأجر الخاص والفضيلة الخاصة أو كنيت أن لولا أنا بتواني أو درجاتي بيبدأ بينتن كان بإمكاني أن يجتهد فيما يسره الله له من الفضائل. لريدي كخو عن خواهي قول سبحانه وتعالى إنساني بأنواع قابليات دروس كرديه. أقول لولا أني نتواني بدأ بيني للاني دي كخو درجة زورة لدرجة كان عبادة من صلاة وتهجد وقيام أو زكاة أو صدقة أو صوم بالهواجر أو ملازمة لذكر الله أو قضاء لحوائج الناس أو ما شاء الله من أبواب الخير والهدى. كاتب براستي إنسان كحدث كذا خنتو معنوية واتبقى بس حافظ القرآن ودرجة برزان بدزدين أدي مجاهد أدي شهيد ونيا أدي متصدق أدي سبحان الله خواي قولا إنساني بأنواع قابلية دروس كرديا والله كخواي قولا درجها شيليت كردو فلزمه براستي أو درجها بقرا أقادار بري مدى أو درجها بقرا وبري مدى أو قالك زورة ها 6236 درجة يا ربي خواي بقسمت معك. لحديث دواتر وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه هر کسی قرآن پیروز بخوینیان لبری بکا و کاری پی بکا ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة دا كبابكي رب العالمين بوشوي باداشان داتوا تاجا يوم القيامة تاجك لسسريان ذكري ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. سبحان الله شوقي أو تازي باشترى بهيسترى لشوق روشناي بابلين إيروش في بيوت الدنيا لكو أو روجدتن هم مالكان مارونا هاتوا شوقي أو تازي لسسري داك باب ذكري بهيسترى. سبحان الله فما ظنكم بالذي عمل بهذا أدي باشا بخوي ده بسيلة بكري أجوال داك باب بكري أو هم فاداش تبدي داك بابي ده بخوي سيلة بكري. بس طبعا علماء دلين يعني أو فضلاني كوا داك باب وري دقرن بخوي كده وتساكاني من داركانيان براستي دلين أو داك بابانا وري دقرن كفعلا سبب بوين لبوي كوا أو من دالا أو رجاي بقري تبر أو زفيري كردي أو زهاني دا أو زبهر شيء بي بلام أجر بابك سبب نبي براستي والله أعلم زحمته أو هذا شيء بدريته. طبعا حديثك رواه أبو داود حديثك ضعيفة بلام حديثك من هي زور نزيق لما أنا أو حديثة لمستدرك حاكم هاتية إسنادك شي صحيحة بريدي أسلمي دي جاريتو دفرمي في صلى الله عليه وسلم فرموي من قرأ القرآن هل كسي قرآن بخويني توا وتعلمه وفيري ببي وعمل به وكاري بيبكا ألبس يوم القيامة تاجا من نور. سبحان الله بخوي ألبس يوم القيامة تاجا من نور بخوي تاجك للسريدة دندري هر نورة ضوءه مثل ضوء الشمس روشنايكي وكو روشناي تيشي روجا ويكسى والداه حلتان دايكو بابيشي هر يكو حليش يعني لبردكري حلة يعني شمك يعني زلك لا تقوم بهما الدنيا. سبحان الله عندما قيمته هم دنيا كابراك هيبي بأحل لي بدس بينينات وين بدس تبيني فيقولان أو داك باب دلين بما كسينا هذا بشي أو شما كمان بيدرا فيقال بأخذ ولدكم القرآن وهي كمان من داركتان قرآني ورقرتو حفظ قرآني بيروزيك ربي خواه بخو مانو فمن داركان مانو
بداك باب مان يا ربي خوالي وحرتي ببجنبي. وروى الدارمي، دارميش هل ترجمة كيدا دليه، هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دارم جد القبيلة، قوري أو قبيلنا بدارم وإتر هل كسيلو قبيلة بوا في دارمي. روى الدارمي بإسناده أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، قرآن بخوينه، فإن الله تعالى يعني لبريب كان لبريوي بازلا أويدك لدوايبي اقرأوا وجوة ما زور بيزا لا أحد كان في نصوص ما حفظ ده يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. الله تعالى عذابي دليك نادى كوا قرآن لخوي قرتيا، وإن هذا القرآن مأدبة الله، أو قرآن مأدوبة واتا خوانك كخواي قول سبحانه وتعالى داي بزانديا، فمن دخل فيه هل كسيك بسنا أو خوانا فهو آمن، تأمين العذاب خواي قوله. ومن أحب القرآن فليبشر، هل كسيك قرآن خوشويست فليبشر بها مجدي لبي، بها مجدي لبي. طبعا أوش سنة ذكي براستي ضعيفة، لم يروى بهذا السياق في حديث أو أثر واحد، أو حديثة براستي لسياق شنهاتيا. طبعا حديث من هي ما معناه أو مثلا حديثك هيك صحيح إيشا يعني صاصم دفرمي أجر قرآن لبيستا وشكراويك بنسري أو بيستا وشكراوي فريدري تناو أجر لم يحترق ناسته، فكيف بدل كواتيدا. بلام نصي أو حديثة دفرمي إنما هو مجموع من عدة أحاديث جمعت في سياق واحد على أنها حديث مرفوع، كواتا سنجم ليك كوكرايتو بحساب أو حديثك مرفوعة برزر كتولو لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو فرميتي، وليس كذلك، ولكن صح موقوفا. موقوف تيا قول صحابية، صح موقوفا عن أبي أمامة الجملة الأولى، وصح عن ابن مسعود بقيته. كواتا جملية كم يقرأ القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، تفهمي هو قول أبي أمامة بس ندش صحيح. وهروها باقي جملة كان تلك له حديثاتها قولي شيء ابن مسعود، قولي ابن مسعود. طبعا وأنا كأقصان ذا كان عادة قولي الصحابيش حجية براستي وبتايبتي كباز لاشتيك دكا وكو باون بشيك لغيب كواخواي جور عذاب كسيق ناداتا كقرآن لخو قرتيا عذاب قلبي نادا، أو بالتأكيد يعني جويل بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم بلا وما معناه كده جيرتو لويا قولي أصحابيش بحجة وردجيري. لدواي بدفرمي وعن عبد الحميد الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن. دفرمي عبد الحميد البرسام لسفيان الثوري كر درباري بياوك خريشي غزوة خريشي جهادة أو يان لايتو خوشي ويسترى يان أو كسي خريشي قرآن يقرأ القرآن وكوت ما زيادة بمصطلح حيوان خريشي قرآن لبركدنا، فقال يقرأ القرآن أولا من خوشي ويسترى خريشي قرآن علا كيسية دفرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو إذا كاتب الله ساكترينتان أو كسيكوا تعلم القرآن وعلمه. طبعا هو أثراش أين في إسناده ضعف، لإسنادك كواد دريته بال سفيان الثوري سندك ضعف اشتدا. بلام ليردا تفاضل لبيني قراءة القرآن حفظ القرآن لبيني جهاد. التفاضل بين الجهاد وقراءة القرآن الكريم يختلف باختلاف الأحوال والظروف. بمطلقنا كريبلين جهاد باشترى لحفظ القرآن يان حفظ القرآن باشترى، يختلف باختلاف الأحوال والظروف. فالجهاد في سبيل الله يعد من أعظم الطاعات والقربات إذا تعين. كاتيك وابوا معلومي زنابتان جهاد
بمعنى قتالكي دل إنك جهاد أو معنى شفراوان تري هي بلان بمعنى قتالكي هندك زار فرض عينه هندك زار فرض كفاية إذا تعين أقرب فرض عين بالتأكيد أو لها مكردويش كباشتره لو لحماية الأمة حماية كيان أمته بينما قراءة القرآن من أفضل العبادات اليومية المطلقة التي تقرب العبد لربه في كل وقت كواتا لنيو طاعة عبادتك كانت بالتأكيد هيش تقنية عندي قرآن بندل أخوي قبل نزيق بكاتو بلام كاتي كوا مراستي جهاد بفرض عين أبيان لبيشتره لو يتمشى كاتي كوا جهاد فرض عين بي لنا وجهاده يعني لنا لا غزوي بدر رمضان يجبو عذرياني بيدا كوا بروجيش نبن مع لأنه فرض أيشان ونيا كاتي كوا قتال لبيته فرض عين لبيشتره أو بابي كم توابو باب دومش إن شاء الله دس بيدا كلمة زن أزمة سين درون الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما ترجيح القراءة قراءة قرآن ترجيح تلو أو تفضيل ذكر لسباق أعمال كانتك والقارئ أو كوا قارئ قرآن شاء أو كوا قرآن خيني قرآن لبلا أويش لسر غير خوي تفضيل ذكره ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه لترجمة كيدا دلي اسمه عقبة بن عمرو قال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها زوريني زانان دلين لو بيغوتري البدري لبروي لوين دلين نشتزيبوا لبدر نشتزيبوا ولم يشهدها لغزوي بدر آماد نبوة وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضليناها أصلا لغزوة كش آماد بهرحال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى رواه مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى أقرأهم شيء أحفظهم شيء لهم حفظي باشترة أو بيش نواجي ذكاء لبو إيمان داران تمام حديثك طبعا أو بشر شيء نايتوا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء مجموعك بيك وأنا ما يحافظ القرآن لو حاطي فعلمهم بالسنة شهان لدواء قرآن شار ذاتر للسنة فإن كانوا في السنة سواء للسنة شهر سواء فأقدمهم هجرة شهايان هجرتي لبيشتر كده لدواء لبيش أو كانتر فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما شيء لهموان زوتر مسلمان بوا لا رواياتش كهاتيا أقدمهم سنا شيء تمري لهموان قولتره أقل القرآن وكو يقبون للسنة وكو يقبون لهجرة وكو يقبون لو حالتي شيء لهموان لو مجموعي تمني لوي قولتره تمني لو كانت كقولتره ولا يؤمن الرجل في سلطانه كواتا كسيك دسيت زيغايك كسيك لو زيغايا سلطانة برا قورية أميرة نابي أصل وايا ببيش كوي أو ببيش شوي كوي لبوي كوا بيش نوجيبك مقر أو إذن بدا ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه طبعا لنا مالي شهر بخوي كوا السلطانة براستي أصل وايا بخوي بيش نوجيبك مقر بخوي إذن بدا ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه لنا مالي خوشي عادة زور زاران بياو جيغاش تايبت دكا بخوي لغرفة ميوانان جيغاش تايبت دكا بخوي خو أصلا لضمن إكرام الضيف أو شيء براسي إنسان لأخوار ميوانا كان خوي دابنش بلام جاري واشي جيغاش تايبت دكا بخوي مالي خويتو جيغاش تايبت دكا بخوي ناكريتو بتسي لجيغاوي دابنشي ماقر إذند بدا ناكري بتسي كسك لجيغاي خاول ما دابنشي ماقر إذني بدا طبعا لسر أو بابتاش شد زورة آية أقرأهم لكتاب الله يعني أما بابنا اشتك من هي لزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوي كوا أقرأهم لكتاب الله هل أويش أفقههم بوا
أصحاب خوان لراز بويك حافظ القرآن وهل أيج براستي فقيه الشرع ناز بوه هل أيج عالم بوه بلان بداخل استعود اشتلك زياك ريته ونيا هيا فعلا حافظ القرآن لفقه شارزاي وزانياري شوينية بتايبتيش لفقه نويجة براستي لفقه نويجة اشتك بسر بيه نازاين سبكا براستي خطأ أشي لك نازاين كسار شبكاته سألويا أول لزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله هل أيش أفقه بوه بەڵام لە دوایوی بە تایبەتی ئێستاما لەو عەسر و سەردەمەی خۆماندا کە بەڕاستی لێک جیاکراینەوە وەکو وتمان حافظی قورئانە بەڵام بەڕاستی لە فقه شارەزایی نییە بە تایبەتش لە فقی نوێژە لەو حاڵتەی بە سەراحەت ئەفقەهەکە بە پێش دەیەخسترێ ئەفقەه بە پێ لەبەرەوەی با حافظی قورئان بی بەڵام لە فقهی نوێژێک کە نەزانی ئەخۆ ئیمامەتی مەسئولیەتێکی گەورەیە بەڕاستی ئیمامەتی مەسئولیەتێکی گەورەیە لێیە ئەگەر لە فقهی نوێژە شارەزانی با حافظی قورئانش بی پێویستە کەسێک پێشنوێژی بکاتەوە بە هەندێک شارەزایە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين